كيف استطاع رأفت الهجان أن يكشف الجاسوس إيلي كوهين أو كامل أمين ثابت؟ سنة 1924 بيهاجر واحد يهودي من سوريا هو وأسرته اسمه شاؤول كوهين، وبينزل بيهم على مصر وبالتحديد في محافظة الإسكندرية في حي المزاريطة. ومع أول سنة في الحي جالهم مولود جديد هو إلياهو شاؤول كوهين، أو الاسم اللي اشتهر بيه إيلي كوهين أو كامل أمين ثابت. المهم اتعلم بقى العادات والتقاليد الدينية بتاعتهم لحد ما كبر وتدرج في التعليم ودخل كلية الهندسة في جامعة فاروق الأول سنة 1942، ويمر عليه سنتين في الجامعة واشترك في صفوف منظمة الشباب اليهودية الصهيونية، وكان من أكثر المتحمسين للسياسات الصهيونية اتجاه البلاد العربية. ومع إعلان الصهاينة عن دولتهم على أرض فلسطين المحتلة سنة 1948 بدأ إيلي كوهين يساعد بشكل كبير في تهجير اليهود من المصريين لفلسطين، وكان من ضمن اللي تم تهجيرهم كان أبوه و3 من إخواته. وفي الوقت ده يرفض كوهين إنه هاجر معاهم لأسباب هنوضحها قدام شوية، لحد ما يجي يوم 15 من يوليو سنة 1954 وفوجئت مصر بحدوث سلسلة من الأعمال التخريبية في بعض المنشآت البريطانية والأمريكية. واللي كانت مسؤولة عن العمليات التخريبية في مصر وقتها كانت الوحدة 131، وتعتبر من أبرز الوحدات السرية التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في دولة الكيان المحتل، وكانت بقيادة إبراهام دار أو جون دارليج، وهو كان الضابط المسؤول عن تدريب إيلي كوهين ومجموعة كبيرة من الوحدة 131، واللي فعليا نفذت سلسلة من التفجيرات ببعض المنشآت الأمريكية في القاهرة والإسكندرية بهدف إفساد العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. ولو ربطنا العمليات دي بأحداث 25 يناير هنلاقي نفس العمليات التخريبية كلها ماشية في مسار أو نمط واحد، وراه فكر صهيوني متطرف بيطبقوا داعش تحت ستار الدين، وهدفهم هنا هو زرع الفتنة في المجتمع وتفرقة الشعوب العربية عن بعضها. المهم استمرت الشبكة على كده، كل يوم والتاني نتفاجئ بعملية إرهابية في منطقة مختلفة، لحد ما السلطات المصرية قبضت عليهم دفعة واحدة سنة 1954. وتعرفت العملية بعدها بفضيحة لافون، وكان إيلي كوهين أحد أعضاء الشبكة، ولكن نظرا لعدم كفاية الأدلة ضده تم الإفراج عنه، لكنه وضع تحت الرقابة الأمنية. ومن وقتها نشاطه بدأ يقل في مصر، وجاله إحساس بالعجز وعدم الحركة داخل مصر، فقرر الهجرة لفلسطين سنة 1955. ولكن لذة الانتقام ما زالت في قلبه وعقله اتجاه العرب، وبيأمل انه يرجع يشتغل مع الموساد ويجدد نشاطه من تاني، لحد ما جه اليوم وعرض خدماته على الوحدة رقم 131 وطلب منهم انه ينضم للموساد الإسرائيلي ويرجع يشتغل ويجدد نشاطه في مصر من تاني. لكن الموساد قال له انت هتروح فين؟ انت اصبحت كارت محروق عند المصريين، يستحسن لو اشتغلت في اي قطاع من عندنا او تبعد عن الانظار ويكون الوضع استقر شوية في مصر. لكن مين يسمع؟ ده أخد بعضه وطلع من تاني على مصر، ولكنه كان تحت عيون المخابرات المصرية ومش ناسين اللي عمله قبل كده. ومن سوء حظه الأسود كانت مصر بتواجه العدوان الثلاثي سنة 1956. رجال المخابرات اشتبهوا فيه بسبب التجمعات الصهيونية اللي كانت بتحصل في مصر وقتها، وتم القبض عليه. إيلي كوهين قال خلاص، من الواضح كده أنا ماليش أكل عيش في البلد دي، وبعدين مش كل يوم والتاني يتقبض عليا وأبقى مش عارف حتى تهمتي إيه. ويرجع إيلي كوهين على الكيان المحتل سنة 1957 وهو مغلوب على أمره، وهناك اشتغل محاسب في شركة قطاع خاص، وقطع علاقته بالموساد لفترة ولكن مش كبيرة قوي. وبعد سنة واحدة من الشركة إيلي كوهين اتصدم، تم تصفيته واتطرد منها بدون أي سبب، لحد ما دق بالحال وما كانش عارف يروح فين ولا يجي منين. وبالصدفة كلم واحد مسؤول إن هو يشغله، وفعلا شغله كمترجم في وزارة الدفاع الإسرائيلية سنة 1959، ويستقر به الحال ويتزوج من يهودية من أصل عراقي.
وبعد الزواج يدوب بكام شهر وقع الاختيار عليه انه يكون جاسوس من الطراز الاول، وآن الاوان والموساد يستفاد من خبرته. ايه السر اللي يخلي الموساد يهتم بإيلي كوهين مرة واحدة كده رغم ان كان قدامهم وما كانوش بيسألوا فيه؟ ومش إيلي كوهين اللي اهتموا بيه بس، ده كتير من العملاء والجواسيس اللي قدروا يجندوهم في الفترة دي من سوريا ومن المغرب والجزائر والعراق ومن مصر ولبنان وبلاد عربية كتيرة جدا. لأن بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا سنة 58 أدركت إسرائيل إن الصراع مع العرب بدأ يتخذ أبعاد جديدة، وأصبح الشغل الشاغل لكل أجهزة الصهاينة هو تسليط الضوء على الوحدة العربية ومحاولة تفكيكها أو تدميرها بأي شكل من الأشكال. لذلك لو استمرت في مسارها على كده فهي بتمثل خطر كبير على الكيان المحتل، بمعنى إن إسرائيل أصبحت تعيش وسط كماشة عربية تحركها إرادة سياسية واحدة وقيادة عسكرية واحدة. وعشان كده أصبحت المهمة الأولى للموساد هي تفكيك الوحدة بين مصر وسوريا والوصول للطبقة الحاكمة وتدبير انقلاب يا إما عن طريق مصر أو عن طريق سوريا. والغالبية العظمى من غربان الموساد قرروا استبعاد إيلي كوهين عن مصر تماما، خصوصا بعد ما تم القبض عليه في مصر أكتر من مرة، وشافوا إن أنسب مجال لنشاطه التجسسي هو يكون في سوريا، ورتبوا ليه خطة ما تخرش المية. والضابط المسؤول عن تدريب إيلي كوهين قال له انت من النهاردة هتبقى مسلم واسمك كامل أمين ثابت، والكلمتين اللي انا هقولهم لك لازم تحفظهم زي اسمك، ومش مطلوب منك غير انك تقولهم قدام اي حد تعرفه. هو ان عيلتك هاجرت من سوريا على الاسكندرية سنة 1946، وكان ليك عم عايش في الارجنتين، فطلب من ابوك وامك انهم يسافروا على الارجنتين سنة 1947. وبعد 5 سنين توفى والدك في الارجنتين بالسكتة القلبية بسبب افلاسه في مشاريع تجارية، وبعدها ب6 شهور والدتك توفت هي كمان، وانت فضلت عايش لوحدك هناك لحد ما اشتغلت في تجارة الأقمشة. اتفقنا؟ اتفقنا. وبعد ما درس إيلي كوهين أو كامل أمين ثابت الحكاية كلها، تم تدريبه على كيفية استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي والكتابة بالحبر السري، وكمان درس كل أخبار سوريا وحفظ أسماء رجالها السياسيين والبارزين في عالم الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إنه تعلم القرآن الكريم وتعمق في الدين الإسلامي عشان يبان قدام الناس قد إيه هو إنسان غيور على دينه ووطنه. وفي 3 فبراير سنة 1961 غادر كوهين إسرائيل وراح على الأرجنتين باسم كامل أمين ثابت، وهناك استقبله عميل إسرائيلي اسمه أبو زياد وحجز له في فندق فخم جدا، واداله قائمة بأبرز الشخصيات العربية المتواجدة في الأرجنتين، وقدر يعرف عناوينهم والأماكن اللي بيروحوها والمطاعم والنوادي اللي بيتواجدوا فيها بصفة مستمرة، ونصحه كمان إنه يتعلم اللغة الأسبانية عشان محدش يشك فيه لما يرجع سوريا، وده طبعا كان حسب الخطة المرسومة. وفعلا كامل قدم في أحد المدارس المتخصصة في تعليم اللغة الأسبانية، وأجر بعدها شقة مفروشة من حي عربي، وبدأ يراقب النوادي اللي بتضم العرب والتجمعات والسهرات والمقاهي المعروفة، وإزاي يدرس كل شخصية يقعد معاها وإيه الكلام اللي الناس بتحب تسمعه أو بتكرهه، لأن ده هيساعده بشكل كبير في تكوين دائرة علاقات داخل سوريا. وبمساعدة بعض العملاء في الأرجنتين تم تعيين كامل في شركة نقل واستمر فيها قرابة سنة، وكان بيبعت تقارير وفية للموساد عن علاقته بالجاليات العربية وأهم الشخصيات، وخصوصا الشخصيات السورية من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، ودايما كان بيحاول يتفاعل بالكلام مع أي حد سوري قبله باعتباره رجل وطني شديد الحماس لبلده وبيأمل إنه يرجع دمشق من تاني. وهنا تاخدنا نقطة مهمة في صلب الموضوع، لأن ظهرت بعض الشائعات إن إيلي كوهين أو كامل أمين تعرف على العقيد أمين الحافظ في الأرجنتين، لكن توقيت استلام الحافظ منصب الملحق العسكري في الأرجنتين فهو يتزامن مع سفر كوهين لسوريا، وده طبعا ينفي أي علاقة مسبقة بين الحافظ وكوهين. المهم في شهر يناير سنة 1962 وصلت إشارة من الموساد لكامل أمين مضمونها إنه لازم يصفي كل أعماله في الأرجنتين ويرجع إلى دمشق،
وفعلا أعلن كوهين عن تصفية كل أعماله في الأرجنتين عشان يرجع لوطنه دمشق. وبعد ما وصل سوريا وقعد فيها تقريبا حوالي شهرين، استلم من الموساد جهاز استقبال واللي هيرسل من خلاله أي معلومة يعرفها سواء من ناحية عسكرية أو اقتصادية. ومن هنا بدأ كوهين يتوغل داخل المجتمع بشكل كبير جدا، وقدر يكون شبكة واسعة من العلاقات المهمة مع ضباط الجيش والمسؤولين العسكريين. وكان من المعتاد انه يزور اصدقائه في مقر عملهم، والغريب ان ثقتهم كانت بتزيد في كوهين يوم بعد يوم، لدرجة انه كان بيقعد معاهم ويسمع منهم وهم بيتكلموا عن تجهيز خطة هجومية في حالة الحرب مع اسرائيل. واللي قدر كمان يعرف منهم معلومات عن عدد الغواصات حديثة الصنع واللي وصلت من الاتحاد السوفيتي، بالاضافة لقوائم باسماء وتحركات الضباط السوريين بين مختلف المواقع والوحدات. ولو كان في سؤال فني عايز يعرفه مثلا عن الفرق بين الدبابة AT-54 أو AT-55، كان بياخد رسم تفصيلي عن كل قطعة موجودة وإيه وظيفتها. ومش كده وبس، ده لدرجة كمان إن أحد أصدقائه العسكريين أخدوا معاه داخل التحصينات الدفاعية بمرتفع الجولان، وقدر كامل أمين يصور التحصينات بواسطة آلة تصوير دقيقة مثبتة في ساعة اليد، واللي فعليا نالت إعجاب الصهاينة، وكانوا مبهورين بإيلي كوهين وحجم المعلومات اللي نقلها. واستمر بقى إيلي كوهين أو كامل أمين قرابة 4 سنوات، وهو كل اسبوع يبعت رسالتين للموساد من اماكن مختلفة، ومحدش كان قادر يكشف امره الا عن طريق الصدفة البحتة. وكانت هنا عن طريق البطل المصري في اسرائيل رفعت الجمال او رأفت الهجان، والكلام ده ذكره في مذكراته في كتاب 18 سنة في اسرائيل، وكتاب تاني ايضا اسمه اشهر جواسيس في التاريخ للكاتب مجدي كامل. المهم في مرة من المرات رأفت كان في سهرة عائلية حضرها مسؤولين في الموساد، وكان أول مرة يشوف إيلي كوهين، لدرجة إنه انبهر بيه جدا لما عرف إنه رجل أعمال إسرائيلي في أمريكا ومحب لوطنه، ودايما بيغدق على إسرائيل بالتبرعات المالية. ومن هنا ما كانش فيه أي مجال للشك، وكانت بداية التعارف عادية جدا بين اتنين أول مرة يشوفوا بعض. وبعد نهاية السهرة وكله روح على بيته، قعد رأفت يفكر في الشخص الغامض اللي أول مرة يكتشفه في إسرائيل، لحد ما رأفت سأل أحد أصدقائه مصدر ثقة في إسرائيل وقال له إيلي كوهين ده طبيعة عمله إيه في إسرائيل؟ قال له صراحة أنا ما عنديش معلومات مؤكدة عنه كتير، بس اللي أعرفه إنه رجل أعمال محب لوطنه، ولكن نادرا لما بيظهر في أي مناسبة بحكم سفره الدائم والمستمر. وبعد ما رأفت سمع الكلمتين فضل يدورهم في دماغه، وما كانش راضي ينسى الموضوع أبدا. ويدوبك يمر كام شهر، وتحديدا في شهر أكتوبر سنة 1964، وفي التوقيت ده رأفت كان في رحلة عمل بيتفق على أفواج سياحية في روما وفقا لتعليمات المخابرات المصرية. وفي شركة السياحة لفت انتباهه في بعض الصحف، وقعت عينيه على صورة إيلي كوهين، فقرأ المكتوب أسفل الصورة: الفريق أول علي عامر الوفد المرافق ليه بصحبة القادة العسكريين في سوريا، والعضو القيادي لحزب البث الاشتراكي كامل أمين ثابت. وكامل أمين هو إيلي كوهين اللي رأفت تعرف عليه من كام شهر. ومن هنا تجمعت الخيوط ببعضها، ورأفت أيقن تماما إن إيلي كوهين هو الشخص اللي بيبحثوا عنه في سوريا. فرأفت أخد نسخة من الجريدة واحتفظ بيها، وبعت رسالة للمخابرات المصرية إنه عايز يقابل اللواء محسن ممتاز في أمر بالغ الأهمية. ولما تم تحديد الموعد، رأفت قابل اللواء محسن ممتاز وشرح ليه الموقف، وقال له إن كامل أمين ثابت أحد قيادات حزب البث السوري هو إيلي كوهين الإسرائيلي اللي مزروع في سوريا، ودي صورة ليه بتأكد كلامي. وبعد ما وصلت المعلومة للمخابرات المصرية، تم نقل ملف ضخم للرئيس السوري حافظ الأسد، والملف ده كان فيه تاريخ إيلي كوهين أو كامل أمين ثابت، وبيوضح أشياء وخبايا القيادة السورية ما كانتش واخدة بالها منها، وكان لازم يتم القبض على إيلي كوهين في أسرع وقت. وبالفعل تم القبض على إيلي كوهين وأعدم في ساحة المرجع يوم 18 مايو سنة 1965. وبلسان رأفت الهجان بيقول: حضرت جنازته في إسرائيل بين رجال الموساد بعد ما أعلنت الصحف العربية نبأ القبض عليه، وشاركت الأصدقاء
الحزن عليه. وبكده تكون نهاية حلقتنا، ورب أكون أفدتكم ولو بمعلومة واحدة. ولو ما كنتش مشتركين في القناة فاشتركوا في القناة وتشرفونا وتنورونا دايما. سلام عليكم.